بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا رجعنا النهارده للايجيبشن ليج الدوري المصري. كان عندنا النهارده 3 ماتشات: الاسماعيلي وبيراميدز، الزمالك والبنك الاهلي، والاهلي وفيوتشر. طبعا الاسماعيلي وبيراميدز خلص 2-1 لبيراميدز. يا جماعة الاسماعيلي هيهبط، منظر ده الاسماعيلي هينزل. مفيش كلام كتير اتقال في ماتشات الاسماعيلي. الاسماعيلي جايب لعيبة من كل حتة دون المستوى، واداء غير مقنع، مدربين غير مقنعين، اداره غير مقنعه. ده مسلسل مستمر بقاله سنتين، فالاسماعيلي هيهبط بالمنظر ده. فمش هنتكلم عن الماتشات الاسماعيلي وبيراميدز لان انا اصلا ما بتابعش الماتشات دي قوي. الماتشين المهمين النهارده الزمالك والبنك الاهلي، والاهلي وفيوتشر. هنبدا ماتش الزمالك والبنك الاهلي، وهنبدا من حيث انتهت. هدف في الدقيقه 96 للمتالق يوسف اسامه نبيه. لما نيجي نشوف الهدف جه ازاي، جه من جمله جميله جدا. نشوف في الجمله دي اهم ما في الجمله دي، اهم لعبه فيها: استلام شيكابالا للكره وتسليمها لزيزو. نشوف شيكابالا استلم ازاي وسلم ازاي في جزء من الثانيه بخبره السنين. ليه؟ لانه محضر وشايف مين متحرك يمين مين متحرك شمال، وشايف هو واقف فين ومتمركز فين. ما يقعدش بقى يستلم ولسه هياجن ويلف ويدور، لا، استلم وحط ثرو باص في ثانيه لزيزو. وزيزو طبعا كالعاده بصراحه يعني احسن لاعب في مصر بيعمل كره عرضيه، باصص وشايف وكاشف الملعب كله، والتحرك العالي جدا من يوسف اسامه نبيه. وطبعا بقى هنقول بقى اصل الدفاع مش متمركز، لازم الاهداف بتيجي من جمل للفريق اللي جاب الهدف واخطاء لمدافع الفريق اللي جه فيهم الهدف. فالتمركز طبعا كان خاطئ من المدافعين، ما سيبش المهاجم في ظهري. الف ب مدافع لازم ابقى انا بين المهاجم وحارس المرمى، او بين المهاجم والمرمى. فطبعا دي اخطاء في التمركزات. دي 96 بيبقى التركيز قل. فهدف من جمله رائعه للزمالك وتركيز عالي ويستحق الفوز. بس الشوط الاول كان بدا بهجوم البنك الاهلي، والبنك الاهلي اضاع هدفين، او بمعنى اصح محمد عواد انقذ هدفين ببراعه، تركيز، تالق مستمر من عواد. بعتبر ان هو اهدى للزمالك النهارده 3 نقط. البنك الاهلي هدد مرمى الزمالك، وكان هيحرز هدف في بدايه المباراه لكريم بامبو. الكره اللي جات له من ناصر منسي حطها وعواد طلعها، وفي كره بعدها برضه بس هي كانت في نص الجون، بس طبعا عواد اداها شو كويس قوي. التلت الهجومي في الزمالك كله بيعتمد في المقام الاول على احمد سيد زيزو. فتخيلوا ان في فرقه تقدر، ده مش عيب لما يكون عندك لعيب يقدر يشيل فرقه. فاحمد سيد زيزو عنده من القوه البدنيه والمهاره انه يقدر يشيل فرقه زي نادي الزمالك. تعتمد عليه بيلعب طرف يمين طرف شمال، ما بيخذلكش. سرعه، قوه، مهاره عاليه جدا في التسليم والتسلم، كاشف الملعب كله قبل الكره ما تجيله، عارف هو هيعمل ايه قبل الكره ما تجيله. فده بيدي الزمالك سرعه في التلت الهجومي. ما بيقعدش يستلم ويدور لسه هيدي لمين وهيلعب فين وهيعمل ايه، هو محضر نفسه. ده بيقول لك قد ايه اللاعب ده مركز بره الملعب اكتر من جوه الملعب. يعني ايه بره الملعب؟ بيشتغل على نفسه. اعتقد ان كل ماتش احمد سيد زيزو بيتفرج على الماتش تاني ويحلل لنفسه الاداء، بيشوف اخطائه ويعالجها، بيشوف مميزاته ويزودها، بيشوف نقصه ويزوده. ده لعيب الكره المحترف اللي بيشتغل على اخطائه، اللي متابع نفسه ومركز مع نفسه دايما. مش بطلع من الماتش واروح اسهر واعمل واخرج واجي، لا، تركيز بره الملعب اهم من جوه الملعب، لان تركيزي بره الملعب بيظهر عليا جوه الملعب. ده المختصر عن احمد سيد زيزو، اللي النهارده بقاله يجي 3 مواسم مع نادي الزمالك في تالق مستمر. ده اللي انا بسميه لعيب النجم. مش بيتالق مباراه، لا، لعيب بقاله 3 سنين بيتالق. ده اقدر اقول عليه نجم. ما جيش بقى ماتش لعيب طلع في ساعه نجم المباراه، لا، نجم الفريق ده مش من ماتش او ماتشين او موسم. في لعيبه كتير ظهرت موسم واختفت، لكن ده راجل كيرفو دايما عالي، لازم يدي كل واحد حقه. طبعا مش هتكلم عن التحكيم كتير. المباراه ما فيهاش اخطاء تحكيميه كبيره. الزمالك يستحق المكسب. البنك الاهلي كان ممكن يستحق نقطه برضه. قد مباراه كويسه جدا. كابتن حلمي طولان مدرب كبير عارف يقفل على الزمالك، لكن برضه الخبره رجحت كفه نادي الزمالك، والشباب الخبره المتمثله في شيكابالا، والشباب يوسف اسامه نبيه. لكن حكم نادر امر الدولي حكم ممتاز جدا. بس انا عندي تعليق على حاجتين صغيرين. اول حاجه، ده 6 دقايق وقت ضايع
المباراه اصلا كانت سريعه جدا، لا في لعيب وقع ضيع وقت ولا في اي وقت ضاع عشان 6 دقائق. الحاجه الثانيه، في حصل مناوشات صغيره من لعيب البنك الاهلي ولاعيب نادي الزمالك، وشفنا التصادم المتعمد. اللعيب بتاع نادي الزمالك اعتقد الزناري او حسام عبد المجيد جه وخبط في لعيب البنك الاهلي قدام حامل الرايه، والكاميرات جايباه، لا حامل الرايه ده على الحكم يروح يحذر 2 لعيبه او ادى انذار لحد او الفار استدعاه. مش عارف ده يعني في القانون ضرب من غير كوره ولا ايه، انا ما اعرفش. مفيش اي حاجه تانية في المباراه تحكيميه ممكن نتكلم عليها، بس دي كانت ملحوظه لازم اقولها. لكن الحكم نادر امر الدوله حكم كويس جدا، شخصيته كويسه في الملعب. نيجي الماتش بقى الاهلي وفيوتشر. اولا مارسيل كولر، اعتقد دي وجهه نظري الشخصيه، ماليش دعوه بقى باي حد بيقول اي حاجه، تحليل اداء لعيبه، لا، اداره غير جيده لماتش النهارده. ماتش المحله 2-0 الشوط الاول، الشوط الثاني بننام. ماتش الاتحاد الشوط الاول هايل، نمنا الشوط الثاني اتحسب علينا ضربتين جزاء في ماتش الاتحاد، لو واحده فيهم جت كانت غيرت سير المباراه. النهارده ليه بقول اداره سيئه مارسيل كولر؟ النهارده في بدايه المباراه، كان في ضغط كويس قوي من النادي الاهلي، وجبنا هدف من جمله جميله جدا بدات من عند عمرو السوليه اللي عمل دريبلينج بالكره واخترق، لان كان قدامه مساحه والكره ما بعدتش عن رجله، وعمل تقريبا باص لقفشه واستلم الكره تاني ولمحمد شريف، ولف عمل كره عرضيه شادي حسين استلم حطها حسين الشحات. حسين الشحات المتالق النهارده احرز منها الهدف الاول. طب انت احرزت هدف وجالك كمان طرد للاعب فيوتشر الباك رايت. انا بتهيالي الباك رايت ده لما يطرد لازم الناحيه الشمال دي حد يكتبها باسمه، اعمل عليها لوح. فالاداره السيئه تمثلت فين مارسيل كولر؟ انه الشوط الثاني عمل تغييرين، انا مش عارف هو خرج حسين الشحات ليه. لعيب متالق واحرز هدف والدنيا ماشيه معاه، بس سيبه في الملعب. هو تغييره وخلاص. انا بعمل تغيير عشان انشط جبهه هجوميه، عشان كسبان فدافع. لكن لاعب بلاعب كده عشان انزل كريم فؤاد، طب انا كنت ممكن اعمل حاجه ثانيه خالص. انت الاول شادي حسين كان يخرج من اول ثلث ساعه. شادي حسين ما اعرفش ماله، تحس انه قالب وشه مش عايز يقعد على الدكه. من الماتش اللي فات نزل لاعب الشوط ده كله على الواقف ناحيه الشمال. النهارده بيلعب طرف شمال برضه، بادئ الماتش مش عاجبه، متضايق. الراجل عكس، جاب شريف طرف شمال، دخل شادي حسين جوه، برضه مش هو، رغم ان هو اللي سند الكره لحسين الشحات، بس ما كانش قدامه حل تاني. ما كانش عنده الرفاهيه انه يمسك الكره ويلف ويعمل اي حاجه. هو حطها لحسين وحسين من لمسه واحده حط هدف. فكان انا من وجهه نظري بعد الطرد كان لازم شادي حسين ده يخرج وينزل احمد عبد القادر. وبعدين انت فيوتشر خلاص بقى 1-0 و10 لعيبه اول ثلث ساعه، ما تزود التلت الهجومي لو انت عايز تجيب اهداف. طالما انت 1-0 وفيوتشر بيلعب على المرتده، ازاي انا فيوتشر يلعب على المرتده ويجيب فيها جون يبقى عندي مساحات كده؟ هم 10 لعيبه. محمد شريف بحس ان هو نسخه مكرره من باسم مرسي، ظهر موسم واو ولا اروع، وموسم تاني يعني وبعد كده اختفى. ده باسم مرسي من 2014. محمد شريف بيمشي او ماشي على نفس الطريق، معرفش ماله محمد شريف خالص، مش شايف له اي خطوره. يعني بيرسي تاو الماتشين اللي فاتوا لولا سوء الحظ مرعب بتحركاته، دايما بيظهر في الكادر في الثلث الهجومي، دايما بيهدد مرمى المنافس، دايما المدافع مش عارف يروح معاه فين. لا شريف بيفكر في كذا حاجه، يعني الكره ما بتجيله بيفكر كذا تفكير، ما عندوش قرار واحد. زي ما كان بادئ الموسم اللي خد فيه هداف الدوري، كان الكره بتجيله عارف هو هيعمل ايه، حاسس ان هو مشتت. بالنسبه لشادي حسين اتكلمنا عنه، الطرد بتاع عمر كمان عبد الواحد. طب هو انت كابتن امين عمر الفار ده لك والسلعات وطرد سليم، هي كره عمر السعيد مع حمدي فتحي اللي على القوس ال 18 ولا فاول ولا انذار ولا فار ولا طرد؟ الراجل واقف على رجليه، والتاني ماتش على التوالي، ماتش غزل المحله الراجل طلع واقف على ضربه اكرم توفيق، الفار ما جابش الحكم. النهارده عمر السعيد وقف على رجل حمدي فتحي فرمه. هي دي الكره اللي حسبت ضربه جزاء الماتش اللي فات على الاهلي، ماتش الاتحاد. ياسر ابراهيم بعد اللاعب ما حط الكوره، ياسر فرم رجل اللاعب اللي حسبت ضربه جزاء. هو ايه يعني لما يطرد 2 لعيبه في الشوط الاولاني؟ ايه المشكله؟ الاهلي والهلال السعودي في كاس العالم للانديه انطرد 2 لعيبه من الهلال السعودي. هتقول لي بقى اصل الاهلي كسبان 1-0 وطردت لهم لعيب ونبدا نتعاطف ونحتوي؟ لا، في طرد تاني لعمر السعيد. يا كابتن امين عمر،
في ايه بالظبط؟ في ايه في الفار؟ وهو الحكم النهارده ما بقاش ياخد القرار لوحده؟ مستني الفار يديله القرار؟ طب ما تاخد القرار والفار يصحح لك. الفار يا كابتن عامل مساعد مش عامل اساسي، مش هو اللي بيدير المباراه. الحكم هو اللي بيدير المباراه مش الفار. يعني الحكم بياخد القرار، لو في خطأ الفار بيستدعيه. مش كل الحكام النهارده بيستنوا الفار يديهم القرار. الشوط الثاني علي معلول جوه ال 18 بيلم اللاعب الكوره يروح لقفشه او برونو سافيو مش عارف، تاكلينج فريق لعلي معلول، ضربه جزاء وقدامك، لا انت تحسب ولا الفار يستدعيك. بغض النظر عن ضربه الجزاء اللي خدها الاهلي لبرونو سافيو، التاكلينج في رجل علي معلول دي مش ضربه جزاء ليه؟ مش فاهم. طرد عمر سعيد مش طرد ليه؟ مش فاهم برضه. انت ايه علاقتك؟ الاهلي كسبان 1 أو 4 في قانون طبقه، انت مستني الفار؟ يا كابتن الفار وحامل الرايه دول مساعدين الحكم، مساعدين الحكم. الحكم هو الاساس، هو اللي بيدير الملعب كله، هو اللي بيسيطر، هو اللي بيدي القرار. الباقيين رايهم استشاري. يعني لو انت اديت ضربه جزاء والفار قال لك لا، وانت رحت شفتها بالفار، انت اللي بترجع تقول اه ولا لا. الفار بيوضح لك اللي انت ما شفتوش. لكن لما تبقى شايف ما تحسبش ليه؟ ما تحسب، ولو في خطا الفار يرجعك، لكن لا انت تحسب ولا الفار يرجعك ولا يحسب ليه؟ هي الكره اللي معايا وعندي مش ضربه جزاء؟ احنا بنقول اللي لينا واللي علينا. كابتن امين عمر الموسم اللي فات بتاعت الكره بتاعت رامي ربيعه الفاول اللي حط الكره متحركه واتلعبت وجابها هدف، وطلع الفار لغى الهدف. لعيبه الاهلي لعيبه بلغه الكوره غلابه. ليه لعيبه غلابه؟ اللاعب اللي احرز هدف بايده، اللعيبه لا شافت الكوره ولا جريوا على الحكم لولا الفار هو اللي رجعها. النهارده يا جماعه لو لعيبه الاهلي كلها تجمهرت على الحكم في كوره عمر السعيد كان رجع للفار غصب عنه، والفار كان هيستدعيه ويحسب ويدي ضرب لعمر السعيد. لحد دلوقتي رجله كانت هتتكسر. لو اللعيبه وقفت قدام الحكم على كوره علي معلول كان الفار جابه. اللعيبه زي ما يكون مش عارف لا مبالاه، لا في روح ولا في حميه. ايه يا جماعه؟ ضربه جزاء اهي. وبعدين ضربه الجزاء اللي اتحسبت للاهلي، مستر كولر له تصريح غريب قوي بيقول ان المفروض نمره واحد علي معلول، ومش عارف ايه اللي حصل بينه وبين قفشه عشان يسيب الكره ده يشوط ضربه جزاء. ازاي مستر كولر؟ انت واقف بره الملعب، يعني انت ممكن تكون مدرب ايه بس طيب قوي، والطيب ده ما بيمشيش معانا. احنا كمصريين كلاعيبه مصريين الطيب ده ما بياكلش معانا عيش. لا، لو انت مش واقف بالكرباج بره كل عام وانتم بخير. قسما بالله العلي العظيم اول قفشه ما مسك الكوره، انا كنت قاعد بتفرج على الماتش في سيتي بارك في الساحه عندنا، وقاعد ورايا استاذ احمد رسلان مدير بنك مصر، استاذ محمد عمر الاونر او المالك بتاع سيتي بارك. قلت لهم هتضيع، لو قفشه اللي دخل شوط هتضيع. وعم قفشه عامل لي كده، ايه يا عم قفشه انت عم مربيني دقنك كده وعمال تعمل لي بعينك كده، انت داخل شوط ضربه جزاء ولا تلف سجارتين يا عم قفشه؟ ايه اللي انت عملته؟ ورحت تصعد الحكم بتشوط الكوره في العارضه وطلع تجري على الله يمنى. يا عم قفشه انت من امتى بتشوط ضربات جزاء؟ عادي معلوم نمره واحد والسنه نمره اثنين، داخل تشوط ليه؟ وبعدين بقى كابتن امين عمر الوقت الضايع، انت وقفت من الدقيقه 88 تشيك على الكوره اللي هي ضربه الجزاء بتاع برونو سافيو، استأنفت اللعب في الدقيقه 93 اللي هو العب بقى ضربه الجزاء، اتلعبت تقريبا في الدقيقه 94، يعني من 88 ل 94 6 دقائق، حسبت 8 دقائق. يبداوا امتى ال 8 دقائق بقى؟ مش عارف. 6 دقائق ضاعوا هم واحنا واقفين غير الوقت ضايع اصلا، يعني المفروض تحسب 10 دقائق. انت نهيت المباراه في الدقيقه 99 ازاي؟ مش عارف. هم الثمان دقائق بداوا بالدقيقه 91، ده انت وقفت في الدقيقه 88 استأنفت في الدقيقه 94. تدي 8 دقائق تدي في الدقيقه 99 ازاي؟ ولعيبه الاهلي برضه ما هتقولش لا جري على حاجه تقول الوقت ولا اي حاجه. في حاجه مش طبيعيه النهارده، اداء سيء جدا من لعيبه الاهلي، استهتار، تهاون، اداره كولر للمباراه سيئه زي المباراه اللي قبليها الاتحاد، زي المباراه اللي قبليها المحله. الاهلي محتاج لعيبه كتير جدا في يناير، وخاصه في التلت الهجومي، ولاعب وسط ملعب. طب النهارده انت تغيير كريم فؤاد، انت عايز تنزل كريم فؤاد ماشي على عيني وراسي، ما تخرجش الشحات، ممكن تخرج حمدي فتحي زي ما عملت وتدخل اكرم توفيق في قلب الملعب جنب السوليه،
وترجع حسين الشحات باك رايت او كريم فؤاد باك رايت. ده اللي انا افهمه. بتنشط الجبهه الهجوميه وفي نفس الوقت بتحافظ على نص ملعبك، لكن ما تخرجش لعيب متالق عشان تنزل لعيب تاني على الدكه. مش تغيير بتغيير وخلاص يا كابتن. انت النهارده ضيعت نقطتين سهلين جدا. النهارده بقى الاهلي متصدر فرق 2 بونت عن الزمالك. نفس مسلسل ضياع النقط السهله. 10 لعيبه تعادل معاك بهدف، وبعدين الهدف اللي جه في الاهلي قبل الكوره ما ترفع اكرم توفيق بص وراه وشاف اللعيب وراه، واللعيب اللي قدام اكرم توفيق محمود متولي برضه سايبه في ظهره. انت فين يا شناوي؟ ما تزعق في لعيبتك يا كابتن الفرقه، ما توجه لعيبتك، مسك اللعيبه مان جوه ال 18، صحصح اللعيبه. انت يا عم اكرم بصيت شفت اللاعب، ما خدتش خطوتين بسرعه ورا ليه؟ حاجه غريبه جدا. استهتار استهتار استهتار. مستر كولر مش مسيطر بقوه في اوضه اللبس. ببارك لنادي الزمالك 3 بونت مستحقين، وببارك لفيوتشر بونت مستحق. طبعا بكره بقى هنرجع للبلاي ستيشن 7، المغرب وكرواتيا، كاس العالم. طبعا بقى من شويه ترشي صينيه بسبوسه بالبندق حل بكره، وما حدش ينهج كده من كتر السرعه. انا واقع بتفرج على ماتشات كاس العالم بنهج، بقيت بتفرج على ماتشات الدوري بشد نوم. يعني سلام عليا بيرسي تاو كل ما يجيب جول يعمل كده لحد ما عمل كده خالص. اهو نايم 4 اسابيع، 4 اسابيع ده انا هيعدي يناير. يا رب تجيب 3 4 لعيبه في يناير كده يعني يفوقوا الفرقه. لازم 2 فراوده على اعلى مستوى، لازم طرفين على اعلى مستوى، ولعيب ديفندر وبديل قوي جدا لعبد المنعم ومتولي، مش ياسر ابراهيم. اشكركم، سلام عليكم.